ايه ده؟ تعالى اما اقولك ازاي حولت الطاسه من الشكل ده بدون دعك بدون وجع قلب للشكل ده بالمناديل. تعالى اقولك على الاختراع ده من غير ولا كحكحه ولا انك تسخنيها ولا توجعي قلبك، بطريقه بسيطه جدا وتكنيك اتبعته. بصراحه التكنيك ده ساحر. اول حاجه هتجيبي مناديل وهتجيبي شنطه زي ما انت شايفه كده، وهنروح بقى جايبين الطاسه بتاعتنا ونروح بقى نجيب شويه مناديل زي ما انت شايفين، نقطعها كده ونرصها على الطاسه. تمام، ولا هتسخنيها ولا اي حاجه، هتروحي جايبه لاستر. ايوه يا جماعه، جيب لاستر، وده حامي جدا 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 على الحاجات اللي زي كده. فعلشان كده البسي جوانتي، وبعد ما ترصي المناديل، طبعا انا نسيت في اللحظه دي البس جوانتي، هترشي لاستر طبعا، ترج العبوه كويس قوي، وترشي كده في الجوانب، وتحطي كده على الجناب، وترشي على المناديل، وبعدين تروحي قلبها علشان ترشي على الجوانب اللي انت شايفاها دي. تمام. بالمناسبه انا اتحديت صاحبه الطاسه دي ان انا هرجعها لها جديده. بعد كده هتلفي كل ده في الصينيه في كيس بلاستيك، وتبيتيها وتسيبيها على جنب كده ليله ليلتين، وهتلاقي المنظر ده. بصوا يا جماعه، كده الدهون ابتدت تدوب تماما. تعالوا بقى كده نفتح ونشوف الدنيا عامله ازاي. بصوا كده اهو، بصوا الدهون حرفيا لاستر كلها. بصوا كده، بصوا المنظر اهو يا جماعه. ولا بقى تسخني ولا تكحكحي، عشان الناس اللي بتقول صدري ومش صدري مش هيأثر خالص. قبل كده كنت عملت لكم البوتاجاز بنفس الطريقه، وهنا نفس الطريقه عملتها مع الطاسه، والطاسه دي بقى لها سنين كتير جدا، والموضوع زي ما انتم شايفين كده من غير دعك، ما دعكتهاش نهائي، وهتتاكدوا دلوقتي من كلامي. بصوا هناخدها بقى دلوقتي ونروح على الحوض. بصوا كل حاجه بتطلع زي ما انتم شايفين بمنتهى السهوله. هنروح على الحوض ونشطفها بميه بس بدون اي دعك. بصوا كده اهو، ولا دعكناها ولا اي حاجه. طبعا انا احترمت نفسي ولبست جوانتي علشان اللسعه. الجزء ده ما للاسف ما كنتش حطيت عليه لاستر، حتى ما بيطلعش بالسكينه. ده يا جماعه الحاجات اللي كانت طلعت عشان توريكم بس حجم الدهون. هنروح بقى نعمل نفس التكنيك تاني مع الجزء اللي ما طلعش ده، لان حتى بالسكينه مش عايز يطلع. هنرش عليه لاستر وهنحطه في الكيس زي ما عملنا قبل كده، وهنبيته في المكان. وطبعا الجزء اللي عند الايد ده استخدمت معاه شويه وحشرت فيه مناديل، وهنبيته زي ما عملت قبل كده على جنب كده، وبعدين هنرجع له بقى تاني يوم ونشوف اللي حصل. بصوا اهو يا جماعه، بحطت ايدي، شايفين المنظر اهو. هنعمل كده هنلاقي على طول الدهون اتشالت تماما، ولا دعكنا ولا وجعنا قلبنا ولا اي حاجه. اهو يا جماعه، الناس اللي بتقول انا مش قادره اسخن ومش قادره اعمل اي حاجه، والناس اللي عندها حساسيه اهو، ولا هتحسي بقى بكحكحه ولا بريحه ولا اي حاجه. بصوا شايفين الحاجات اللي بتطلع؟ بصوا المنظر اهو، والله يا جماعه بدون دعك اهو، كل حاجه بتطلع زي ما انت شايفه كده. تعالوا بقى ناخدها كده على الحنفيه ونشطفها شطفه سريعه كده واوريك المنظر، وبعد كده هنلمعها تلميعه بسيطه عشان نشيل بواقي لاستر. وبس كده هي بقت جديده زي الفل اهو. وباكد عليكي البسي الجوانتي، لان الماده الفعاله للفلاستر حاميه جدا، علشان كده هي بتاكل الدهون زي ما شفتي كده. طبعا الطاسه رجعت جديده، وصاحبه الطاسه مش هتتعرف عليها بعد اللي حصل ده. خليك في المضمون، خليك مع ليستر، مع أماس وكيلة أسوان. الرخامة عليها دهون كتيرة. تنظيف المطبخ بقى سهل مع لاستر، رشة ومسحة هيديكي لمعان واضح، وجربي. بقعة الزيت يا نهار ولا يهمك، رشة خفيفة مع دعكة بسيطة قوي على الدهون ولطيفة على القماش. حتى الخلاط، ما انا قلتلك انت في امان. اكتر حاجة بتتعبنا في التنظيف الاير فراير. طب جربي كده الدهون الخفيفة، هتنضفها وهتنضف الطاسة والشباك. لاستر نظافة ولمعان في نفس الوقت. منظف الدهون من لاستر حل واحد لكل التنظيف اليومي، سريع وآمن واستخداماته كتير.